السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. بما اننا في موسم البسارية، حبيت انزل لكم بقى الفيديو دوت عشان في ناس كانت بتسألني وعايزة تعرف البسارية ايه الطرق بتاعتها، وفي ناس ما تعرفهاش اصلا، وفي ناس نفسها تجرب ومترددة. فالنهاردة بقى حبيت انزل لكم الفيديو دوت على اساس ان احنا هنعمل طريقتين للبسارية، منهم الطريقة اللي هي المخللة ومنهم الطريقة اللي هي بتاعت القلي العادية. كده احنا بقى بنجهز الخلطة بتاعتنا عشان هنعمل الطريقة اللي هي اللي هي البسارية المقلية. الخلطة بتاعتنا عبارة عن توم وملح وشطة وكمون وليمون. انا كده البسارية انا كنت جايباها طبعا، غسلتها غسلة حلوة جدا، سبتها تتصفى ساعتين مثلا في المصفى. انا كده تبلتها بالتتبيله العاديه زي ما قلنا، وهتعامل معاها معامله السمك العادي خالص، وهسيبها في التتبيله 10 دقايق ربع ساعه عشان بس تشرب من التتبيله، وهقليها وهتعامل معاها زي ما قلنا معامله السمك العادي جدا. كيلو البصل يا جماعه في تقريبا ب25 جنيه، احنا عندنا هنا في الشيخ زايد ب25 جنيه. معرفش بقى في مكان تاني هيكون سعره ايه، بس هي يعني تقريبا مش هتقل عن 20 جنيه، يعني من 20 25. انا جبتها النهاردة طازة، حاجة كده حلوة جميلة طازة، جايباها من محل عندنا هنا في الشيخ زايد، بيجيب اسماك طازة من اسكندرية على طول، رأسا يعني بيجيب جميع انواع الاسماك. ده الشكل النهائي للبسارية بتاعتنا المقلية، والف هنا وشفا للي هياكل. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، عملنا البسارية المقلية، وتابعوا معايا على القناة فيديو بتاع البسارية المخللة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.